يا علي. نعم حافظ. كويس. اوقات بتبعت لي كميه مجموعه زبالات اللي راكت الكويت اللي جاي ده، ما تبعت ده بقى. انا بعته لاحمد عزت، مش هقدر. ما انا بعته له بس. كويس. يعني الناس دي يشوفوا لهم صرفه يجتمعوا مع 100 مع 20 30 واحد. الراجل بتاع الكويت اللي جاي. لا انا بقول على الثاني ده البرنامج ده. برنامج لا، والراجل بتاع الكويت ده ده كل واحد يقول لك شرف ده كلمني النهارده. عايز يجي يقابلك. بعت لي ايميل. ده هو في الكويت لسه. ايه لسه في الكويت. يقابلوه. يعني قصدي حد يبقى يفهمه ان ما عنديش وقت وغيره ما اقدرش اقابل حد لوحده. ابعت لاحمد عز يرد عليك. ما انا قلت له، بعت لاحمد عز قلت له وات اي دو ذس، حطه في جروب. يعني وعنده بيقول لك صار وزير اعلام ولا مش عارف. اشتغلوا مع it is not physically ان بني ادم واحد. وبعدين كام حاجه كانوا هيعملوا مش عارف غدا بتاع عشاء فاند ريزنج، والشباب دول مش عارف الشباب البيزنس هيعملوا حاجه تانية. هبقى اروحهم. مش بطال دول يعني. المهم والعبط عاملين بيقول لك حاجه اسمها حوار وطني. فاكر سمعنا من كام يوم لقينا عايده بتكلم واحده بتكلمها من كام ساعه، بتقول لها بكره يجي، يعني لو الدكتور محمد يجي عاملين دوله حوار وطني بكره الساعه 6 بعد الظهر. مين طيب؟ ما نعرفش. فقالت لها والله للاسف عنده مقابله مع وزير خارجيه الهند، كتر خيركم مش هيقدر يجي. فالحمد لله يعني. بعدين اتكلم بعدها اللي اسمه حافظ المرازي ده. فقال عاملين البتاع. انا كنت زي ما سمعنا كده يعني بيقول لي دول. قال لي عادي انا ما كلمتوش. فقالت له ده في اجتماع. بعدين كلمت تاني قالت له انا قلت تقول ان انا عندي اجتماع بكره يعني مع الخارجيه مش قال هو اصله هيبقى المودريتور بكره. وعاملينها على كذا يوم، على 5 ايام. وبكره 20 واحد قال من رموز مصر هيبقوا عشان دي الجلسه يعني تلفايز تو ديسكاس هاو تو كوندكت حوار وطني. فالحمد لله انا طبعا لا يمكن كنت اروح. رموز مصر دي هتلاقي يعني زبالين مصر كومبايند. يعني وتخيل انا قاعد مع واحد من 20 ويحيى جمل بروبلي هو اللي رئيس ما هو قالوا اظن هو اللي فيعني از اوت كومبليتلي يعني. وبعدها قال يعملوا 4 جلسات تانية جايبين يعني خلاص 160 نفر. ده الحوار الوطني. دي ناس وهو نفسه قال لي عايده دول مش عارفين راسهم رجليها. كلموه امبارح وقالوا له تعالى تبقى انت المودريتور بتاع البتاعه دي. يعني دي ما فيش. لايفين. نعم لايفين كومبليتلي. هو الوقت هتعمل حوارات 160 نفر يا علي. ما هو لازم حاجه. انما يعني العمليه كلها لايصه خالص. ويطلع حاجه على التلفزيون. هو ده الحوار الوطني. يعني ده حاجه زي اللي بيعملوها ايام عبد الناصر برضو. اللي يطلع حاجات على التلفزيون. فاكر ايام ابويا وبتاع وكل واحد يطلع يقول كلمه والسلام عليكم وخلص. هو ده اللي هيصلح البلد. ولا يمكن كنت اطلع كويس ان ابراهيم كان صرخ وموت يعني. ولا يمكن اطلع مع 20 حمار من مصر. ما فيهاش 3 رموز ولا بني ادم. هتروح تلاقي الصباحي وتلاقي ايمن نور. الصباحي وايمن نور عمرو موسى. اي دونت تيك عمرو موسى هيروح لانه ده امين عام جامعه عربيه. يروح ازاي؟ يعني انما هتلاقي كلها اشكال من هذا القبيل. يعني اتصور يعني ايا كانوا مالوش هروح اقعد مع 20 واحد ولا عاوز اقرب من حوار وطني. نعم. ولا تقرب منهم ولا قرب منهم خالد. راديو اكتف يعني ولا حوارات. وده عوده وفي نهايه المطاف ليس لهم اي قيمه. كله الجيش قاعد زي ما قلت قاعد بيشتغل لوحده يعني. ما فيش حاجه خالص. وبالتالي طبعا خليني انا بشتغل كده لوحدي خالص. مش يعني قصدي الناس دي ما بعيد عنهم يعملوا حوار وطني. يعملوا حوار اي فياسكو الحمار الوطني بتاعهم بوان تويت بعد كده مثلا يعني. او اطلع او في وان تلفزيون انترفيو. بس لا ما يعني اي ورك اندبندنتلي كومبليت. دي ناس وانس دخلت في البتاع الكواك باير اللي هم عاملينه ده بيضحكوا على عقل الناس يعني. صحيح. طيب انت ماشي بكره امتى؟ بعد الظهر الساعه 6. طيب هنتكلم بقى ان شاء الله. مع السلامه.